لو بتدي مصروف والطفل دايما يقولك ده مصروفي على فكرة، أجيب بيه اللي أنا عايزه. تعالي بقى نجرب الطريقة دي وإن شاء الله تنفع. أول حاجة هندي المصروف مبلغ ثابت وفي يوم برضو ثابت في الأسبوع، ونتفق إن المصروف أول ما هتاخده هتقسمه على 3. أولهم 10% بنشيلهم للمحتاجين، عشان زي ما ربنا ادانا فلوس احنا كمان لازم ندي لغيرنا، و30% هنحوشهم لهدف معين كاتبينه قدام عينينا علشان ما ننساش، و60% من حقك تصرفهم براحتك، بس في شرطين: ممنوع نجيب بيهم حلويات أكتر من اللي متفقين عليه في الأسبوع، وتاني حاجة لو صرفت كل فلوسك في يوم واحد مش هينفع تاخد غيرهم غير في ميعاد المصروف الأسبوعي برضو. وقبل ما تنزلوا تجيبوا حاجة لازم تبقوا عاملين قائمة بالمشتريات اللي رايحين تجيبوها، وأي طلبات زيادة ممكن تقولي هل انت محوش فلوس عشان تشتريها دلوقتي ولا تكتبها احسن في الويش ليست بتاعتك وتحوش لها عشان تجيبها؟ وهتكتشفي ان لو هم اللي هيدفعوا هيتعلموا يفكروا قبلها هي الحاجة دي تستاهل اضحي بمصروفي فيها ولا لا. لو عايزين الحصالة اللي بتتعمل مخصوص باسم طفلك متوفرة كمان ب4 لغات على الويب سايت بتاعنا، الحقوا حجزوها لأولادكم.